تعالوا يا جماعة أوريكم طريقة عمل الحظاظات بالأسامي. زي كده، ده اسمي وده اسم أخويا مكاوي أهو. نوريكم خطوة خطوة. كل اللي هنحتاجه خيط وخرز وحروف. تشتري الخيط والخرز والحروف يا إما من على أي موقع من على النت، يا إما بتلاقيهم في أي محل بيبيع خرز. طيب، دي حظاظة بتفتح وتقفل نفس الطريقة بتاعت الغرزة اللي بنعمل بها الحظاظة، هي اللي بنعمل بها الجفل في الآخر. تمام. نكتب بقى الأسامي اللي احنا عايزينها، والأسامي فيها أنواع. اللي هو أبيض كده وبينور في الضلمة بيعكس، وفي حروف زي دي اللي وجع دي زي دي. يلا. والخط طبعا ألوان زي ما انتوا شفتوا، حسب ما انت بتختار. تفتح وبتقفل على حسب بقى كل واحد وإيده، عشان لو في ناس إيدها كبيرة كده في الدنيا. أول حاجة بنقيس حتة خيط على قد محور الإيد وأطول سنة بسيطة، وبعد كده نقطعها بولاعة أو بمقص، وهنعمل عقدة في آخر الخيط ونعبي الخرز، وبعدين نقفل بعقدة في آخر الخيط عشان الخرز ما يبيعش من هنا أو من هنا. ادي العقدة اللي في أول الخيط، وهنبدأ بقى نعبي الخرز. طبعا الترتيب اللي انت عايزه. انا عن نفسي برص 3 خرزات وبعدهم الحروف بتاعة الاسم، وبعد كده 3 خرزات وخرزة في الأول وفي الآخر طبعا بعد الجفل اللي هما بيكونوا في آخر الحظاظة من تحت. نبدأ نرص أول خرزة. طبعا مسرع الفيديو اختصارا للوقت. نرص كده ال3 خرزات وبعدين نبدأ نعبي الاسم. مهم. رصينا الاسم خلاص. هنربط. بعد ما بنربط بنعمل شنكل كده اللي هو عقدة نعلق منها في أي حاجة بحيث نكرك بها الخيط واحنا شغالين، وبعد كده نفكها تاني اهو شنكل. وبنخلي الخرزة اللي في الآخر بتكون بره، واحدة بره من هنا واحدة بره من هنا. بنقيس حوالي متر خيط ونربط عقدة عادية خالص. تمام. وبعد كده غرزة يمين وغرزة شمال زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا اهو، شايفين شكل الغرزة واضح اهو. اهو. لما تيجي تنفذ الغرزة دي ممكن تعملها غلط مرة، فكها وعملها تاني هتلاقيها مظبوطة. مسرع الفيديو يعني عشان ايه؟ اختصارا للوقت. بس وضحت اول غرزتين كده، والباقي كله بنفس الشكل. مع اول خرزة هنبطئ الفيديو برضه عشان الناس ايه تشوف طريقة ربط الخرز. هي غرزة عادية برضه زي اللي بدأنا بيها في الأول. هي كل الحظاظة غرزة واحدة، حتى نفس الجفل اللي في الآخر بنفس الطريقة أهو. بنربط مرة يمين مرة شمال، مرة يمين مرة شمال. بس يشدوا الغرزة جامد، قربوها يعني عشان الخرزة ما تلفش بعد كده مع الوقت، عشان لو ما بيجي مية على الحظاظة وشمس وكده الخيط ما يرخيش. بعد ما نرص اهو كده بكتب في الاسم اهو الحروف. اهم حاجة اتأكد ان الحروف رصصها صح عشان ما ترجعش تخلف معاك. بعد ما نخلص الحروف كلها هيبقى معانا خيط زيادة في اليمين والشمال اهو. هنقصه ونسيحه بالولاعة. طيب كده خلصنا اهو كل الخرز. وبنعمل حوالي مثلا 20 غرزة من غير خرز في الأول و20 في الآخر اهو زي ما انتوا شايفين. نفك الشنكل ده كنا رابطينه بس عشان نعلقها اهو. فاضل معانا الطرفين اللي زيادة دول، هنقصهم بالمقص ونسيح بالولاعة. طبعا وانت بتسيح بالولاعة حط ايدك على باقي الخيط عشان ما يسيحش معاك كده. ووقت ما تولع روح لامسها بايدك طفيها، ما تخافش الخيط ما بيلسعش. مهم. فاضل الجنب التاني كده. ونسيح بالولاعة ونحط ايدينا على الخيط الأسمر ده نداريه عشان ما يسيحش منا يعني اهو. نعمل الجفل. فاضل الجفل. مهم. نجيب الطرفين على بعض اهو نقفلها، ونجيب حتة خيط طولها مثلا 20 سنتي اللي هنعمل بها الجفل، وتكون من نفس اللون اللي احنا عاملين منه الغرزة. طبعا لو طفل ممكن تحط ألوان مختلفة، حريمي بقى بتحط لونين مع بعض على حسب. بس دي يعني رجالي. فالخيط بتاع الجفل نفس لون الحظاظة اهو. غرزة عادية نفس اللي اشتغلنا بيها، بس متعبة شوية تمسك بسنانك لأن انت ما بتكونش رابطها. اهو. معلش حذرا لو ظهر في الصوت يعني. بس بعد ما نخلص الجفل بيكون في طرفين زيادة بنقصهم ونسيحهم بنفس الطريقة اللي احنا سيحنا بيها لما
لما قفلنا الحظاظة اول مرة اهو، والجنب التاني، وخلاص كده خلصت. بتفتح وبتقفل والاسم مكتوب. رص الخرز بقى والالوان دي حاجة انت تختارها بمزاجك اهو. ودي الشكل النهائي للحظاظة. لو عجبتكم اعملوا لايك وكومنت وشير، ولو في حاجة مش فاهمينها اكتبوا في الكومنتات وهنزل فيديو تاني. يلا.